لأنه يخليك أنت اللي متعلق بيه أكتر. والمشكلة مش بس في اختفائه ورجوعه، المشكلة الحقيقية في الأثر اللي بيسيبه فيك. الغياب المفاجئ بيخليك تشك في نفسك. هو أنا مش كفاية؟ هو أنا السبب؟ وساعتها الثقة اللي بنيتها في نفسك تبدأ تهتز. بس لازم تفتكر حاجة مهمة جدا، المشكلة مش فيك، المشكلة في اللي اختار يهرب بدل ما يواجه، في اللي ما قدرش يكون صريح وقال أنا مش عايز أكمل. الرجوع بعد الاختفاء مش دليل حب، ساعات بيكون مجرد خوف أو احتياج مؤقت، وأوقات بيكون لعبة عشان يطمن إنه لسه يقدر يدخل حياتك وقت ما يحب. وهنا لازم تقف وتسأل نفسك، هل الشخص اللي غاب من غير ما يديك تفسير يستاهل يرجع تاني ياخد نفس المساحة اللي كان واخدها؟ ولا وجوده هيبقى مجرد جرح بيتكرر كل مرة؟ ودلوقتي عايز أسمع منك أنت، لو الشخص ده رجع لك بعد فترة اختفاء، هتديله فرصة تانية ولا هتقفل الباب وتعتبر إن القصة خلصت؟ اكتب لي رأيك في الكومنتس، مستني أشوف إجابتك. وما تنساش تعمل لايك وفولو وشير ومنشن لحد محتاج يسمع القصة دي دلوقتي.